دكتور، في عبالي عينة من الأشخاص بموضوع التعلق. كيف يعني؟ بيجي شخص لطيف جدا اهم. يدخل حياة إنسان آخر، بيقدم له كل أنواع الحب والطمأنينة وشخص فرفوش ولطيف وإلى آخره. بعد ما أنا أتعلق بهذا الشخص اللي بيصير إنه فجأة بينسحب من حياتك. طب نعم. ليه وصلني لهذه المرحلة من التعلق؟ أو وين المتعة بالموضوع إنك تدخل حياة شخص اهم. وتعطيه الأمان والاطمئنان والحب وفجأة إنك تقرر تنسحب؟ هل في نوع من النشوة يعني هو بيوصل لها؟ يعني شكرًا لهذا المثال، وعلى فكرة بنلاحظه امم كثير موجود في المجتمع بشكل عام يعني امم عالميًا، يعني إحنا بنحكي بمجتمعنا كمان بشكل يعني ممكن أكثر خصوصية. تمام. إذا بدي أحكي أكثر إنه إحنا في إحدى نظريات علم النفس اللي أنا يعني شوي باشتغل أو باحب إني أفسر السلوك الإنساني بالاستناد عليها، إنه في مرحلة من مراحل العمر بيكون الشخص تعلقه في والديه، بالأم والأب. فالشخص الذكر بتعرف إنه بتعلق بوالدته ومسميها العقد اللي بنسمعها عقدة أوديب وإلكترو، والأنثى تتعلق بوالدها. الآن يعبر بالعادة بيكون عند أشخاص أو الشباب الذكور إنه بصير عندهم هذا السلوك، إنه بيخلي الشخص اللي أمامه يتعلق فيه. بيعود لمراحل، إنه في مرحلة الطفولة المبكرة كان يعاني من الإهمال للأم. إحنا ما بنقدر نعبّر عن هذا الأمر بشكل صريح إنه الأم أكيد مش مهملة، لكن في الإهمال العاطفي، عدم الاهتمام، الاحتواء، فأصبح عنده عقدة تجاه الجنس الآخر. كيف يحصل على هذا الاهتمام؟ من خلال تصور الحياة الجميلة لهذا الشخص، يعني بصير يقوم ببذل المجهود حتى يكسب عاطفة واهتمام هذا الشخص. مجرد أوه. ما عبّر عن هذا الاهتمام وحصل على هذا الاهتمام، يشعر بنوع من الرضا إنه خلص حققت ال 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 نشوة الانتصار هاي نشوة تاعته. الانتصار. أيوة. بس هو فعليًا عم بيقاوم نشوة أو بيقاوم شعور امم الكبت والمشاعر السلبية التي عانى فيها فترة الطفولة اللي هو بفرغها بهاي الطريقة. نتيجة إهمال الأم بيفرغها بهي الطريقة. شكرًا لك. امم فبالتالي هو عبارة عن عقد مرتبطة بفترة الطفولة بتأثر على سلوكياته، فبصير عنده دائمًا بتلاقيه، وخصوصًا هذول النوع من الأشخاص، إنه بتلاقيه عم بيعتبر بشكل يعني بشكل مبطن بيعتبر إنه الأنثى هي عدوة إله، دائمًا بيحاول يثبت نفسه بشكل أو بآخر إنه هو أفضل منها. نقطة عقد الطفولة يعني أوكي، يمكن مش موضوعنا بس أنا حابة أرجع لها شوي لأنه هي كمان لها سبب ودور رئيسي بالأشياء اللي إحنا بتصير معنا اهم. بعمر متقدم. يمكن أنا وياك حكينا إنه موضوع الضرب مثلا نعم. اللي هو بشكل عقد نفسية عند كثير من الأشخاص. يجي بحكي لك والله إحنا انضربنا من أهالينا وما شاء الله هي نفسيتنا تمام التمام. اهم. هاي المشكلة بشوفها عند الأغلب، موضوع الضرب مثلا، موضوع الإهانة، موضوع الصراخ، موضوع المعاقبة بطرق معينة عند الأهالي. أنا بدي أحكي الجيل الماضي نعم. هو شكل عنا عقد يمكن، لكن ما بتكون واضحة، لكن بتطلع بطرق أنت صح. يمكن أنت فهمت علي دكتور. 100%. توضح لنا إياها بشكل أكبر، يمكن أنا ما عندي القدرة نفسيا أشرحها شو اللي بيصير معنا. بالضبط. مم. هلأ ممكن إنه إحنا بنعتقد إنه هو الضرب أو التوبيخ أو مم. الحرمان العاطفي أو الابتزاز العاطفي في فترة الطفولة تظهر آثاره بنفس اللحظة، وهو هذا الشيء خاطئ جدًا. تمام. هو يولد عقد، مم. والعقد ترى كيف إحنا بنقيسها؟ يعني خصوصًا إحنا بنحكي عن عقد صارت فترة الطفولة، ممكن أقيسها بمستوى الفساد في المجتمع، عدم الالتزام بالأخلاق، يعني الهوية الجمعية تاعة المجتمع كيف تُقاس؟ هل الالتزام بالقوانين، بالأنظمة، بالتعليمات، مم. بالعلاقات هي يعني تنعكس عقد الطفولة بشكل كبير بالعلاقات بين الآخرين، مع الأشخاص، سواء علاقات مع الأصدقاء، مع الأزواج، مع الضرب هو وسيلة لمنع السلوك السلبي، لكن تؤثر بشكل يعني لحظي. أنا باقدر أمنع السلوك السلبي بآن فقط. مم. إذا انتهى مفعول الضرب راح يرجع السلوك السلبي، لكن آثاره النفسية راح تستمر على العلاقات. وعلى فكرة زي ما قلت لك إنه المراحل الطفولة المبكرة في حياة مم. الإنسان هي مستودع الذكريات والخبرات الصعبة والسابقة. فكل ما كان ممتلئ أكثر كل ما كان انعكس على السلوك الإنساني والشخصية الإنسانية. بالتالي حتى لو وبخت الطفل، تخيلي توبيخ ممكن يولد لديه شخصية نرجسية. الطفل كيف تعامل مع هذا التوبيخ؟ شو المعاناة وحجم الأسى النفسي الذي عانى منه؟ اللي عاشه. بالضبط. هلا
يعني إحنا الأمور هاي كيف بتأثّر على العلاقات وعلى التعلُّق. في إحدى الأشياء اللي هي الشخصية مثلًا الحدية، موجودة عند البنات بشكل كبير. انفعالية، حدية عند البنات. بالضبط. شكرًا، شكرًا دكتور. هلأ في شخصية حدية، في اضطراب الشخصية الحدية، آه، إحنا ما بنحكي عن اضطراب الشخصية، بنحكي عن الحدية في إمم، الانفعالات، الحدية في التعلُّق، الحدية في الكره آه، والانتقام. يعني هاي الشغلات بيكون يعني بتلاقيها متطرفة بالتعلق بالحب، بالضبط. ومتطرفة كمان بالكره، وممكن بالعناية تعطي أقوى شيء. والانتقام بكل إشي. هلا صح. هون شو سببها؟ لو نرجع احنا الاسباب، إمم، يعني معظم الدراسات علم النفس اشارت انه كان هناك ابتزاز عاطفي من قبل الام واهمال لدور الاب. يعني ابتزاز عاطفي انه كانت الام موبخه، في حال شو؟ انه بدها اياها بنتها تكون عفوا متزنه أو ملتزمه. بتدخّلها بمقارنات، والله شوفي بنت خالتك، شوفي بنت بالضبط، أخوها، هي هاي بتبتزها بتعمل عقد حرفيا. نفسية كبيرة على نعم. فكرة. وكل نظريات علم النفس اجتمعت على هذا المقولة، انه إمم، ابتزاز عاطفي من الام وغياب دور الاب، فاصبحت تبحث عن دور الاب بالتعلق بالرجل الغريب. يعني شوفي ايش الطفولة سوت فيها. هلا لما تعلقت فيه صارت تقوم مثلا، اذا وصلت لمرحلة اضطراب او مرحلة متطرفة من هذه الشخصية اهم، الحدية، ممكن يصير في عندها تهور بالسلوك، تقوم باشياء تخالف عاداتها ومعتقداتها، بصير تشوه عندها، بتصير نوبات الغضب عندها كمان متطرفة، بتلاقيها بتكسر، بتنجن، وانفعالية بتصرخ. جدًا، وبصير في عندها بالضبط. يس. والشخص مثلا الام كانت مبتزه لها عاطفيا، اهم، وقت ما بالحياه الطبيعيه بتكون بتتهاوش مع امها دائما، ودائما مختلفه مع امها، لكن مثلا لما امها تمرض بتكون هي احن وحده هناك عليها. طب ما هي امبارح كانت بتهاوشها، اليوم ليش صارت حنونه؟ لانه هي ما بتعرف تكون بالوسط، هي متطرفه. طب شو سبب التطرف والتعلق؟ أيوه. هي فتره الطفوله. هذا فترة احسن عقد مثال. الطفولة أنا بدي أحكي. عقد الطفوله. يعني باشوف إنه مش فترة طفولة قد ما هي عقد طفولة فعليًا. 100%. بتضل معنا وبتكبر معنا 100%. زي الكعكولة هيك. بالضبط. احنا ما بنعرف شو السرطان اللي دخل في الطفولة، ممكن آه، موقف بسيط وممكن موقف كبير، فحسب شو الطريقة اللي أنا استوعبت فيها هذا الموقف. عشان هيك أنا بشكرك إنك حكيتي عقد الطفولة وليس فترة الطفولة. ممكن فترة الطفولة هيك تكون حسيت. كلها إيجابية، لكن صار فيها موقف أو موقفين عملوا لي هيك على عقد. فكرة أنا كان على بالي أصير طبيبة نفسية، أها. بس ما زبطت الأمور معي. طب بدي أروح معك دكتور على موضوع، يعني ما بدي أبعد شوي عن التعلق، أنواع التعلق. يعني بسمع إنه في تعلق مرضي، مهم. وفي تعلق اللي هو بيصاحبه خوف وقلق بنفس مهم. الوقت، في تعلق طبيعي. وبسمع في ناس بيطلع على السوشيال ميديا يحكي لك أعطيك خلطة سحرية لفك التعلق، تعال مهم. معي. واحد اثنين ثلاث. شو فك التعلق؟ شو هاي الأمور؟ شو تمام. اللي بيصير يعني؟ ربنا سبحان الله يعني أعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة بأفضل والسلام. إعداد نفسي، لأنه تمام. كان يواجه الضغوط النفسية، فبالتالي من إحدى الطرق اللي أعدوا فيها هي الإرسال سيدنا محمد إلى البادية امم. آه، آه، بفترة الإرضاع، وعلى أساس أنه يحضروا للانفصال التدريجي عن والدته اللي توفت في عمر السادسة من عمره. هلا هون صار في عندي انفصال، إذا التعلق هو أمر غير طبيعي. غير وأحبب صحي. حبيبك هونا ما عسى أن يكون امم. بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فبالتالي الوسطية في العاطفة هي أمر ضروري للمحافظة على الصحة النفسية. هاي نقطة. نقطة ثانية، في عندنا التعلق الطبيعي وهو بندرج تحت الوسطية، يعني ما بدي أرفع سقف توقعاتي كثير من الأشخاص اللي أنا بتعامل معهم يعني دائما كل ما ارتفعت سقف التوقعات كل ما صارت خيبة الأمل والشعور بخيبة الأمل عالية. الخذلان أكبر الخذلان أكثر. بيكون. فالتعلق الطبيعي يكون يندرج ضمن سقف توقعات مقبول اجتماعيا، يختلف. يعني مم. مثلا سقف توقعات من الزوج يختلف من سقف التوقعات من الأخ، من الأخت، من العم، كل حدا له سقف توقعات. فبالتالي إذا كانت توقعاتي من الشخص اللي أنا متعلق فيه توقعات منطقية يقبلها المجتمع، فبالتالي هذا أمر طبيعي. الآن في عندنا التعلق التجنبي، يعني أنا بكون أخاف من التعلق بالآخرين، فأفضل طريقة للهجوم هي الدفاع، أو أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم. أيوة. بهرب من الأشخاص هذول، ببطل أتعامل معهم لأني مم. خايف إني أوقع معهم أو أتعلق فيهم. خايفة أعيش هذا الشعور أو هاي التجربة. ممكن هو مر بتجربة
وأذته هاي التجربة، فهو بيخاف إنه يكررها مع شخص آخر. شكرا. فبيضل عنده هذا الهاجس إنه خايف أتعلق من جديد ويصير نفس التجربة أو إن أنأذي من هاي التجربة. 100%. هلا امم. معظم المشاكل تكون مبنيه على صدمات عاطفيه سابقه عشان نكون واضحين. آه. يعني الاشخاص السامين او اللي عندهم مشاكل في التعلق مبني عنده صدمه عاطفيه، سواء بالحدث بالمكان بالشخص، بغض النظر عنده صدمه عاطفيه وبيحاول يتخلص من هذه الصدمه في هذا الاشخاص. ممكن كمان شغله ثانيه، انا بديش اخربط الامور، لكن ايش الاسباب اللي الاشخاص بيتعلقوا؟ آه، حكينا عن الصدمات العاطفيه، واحده منها عقد امم. الطفوله، واحده ثانيه، ثلاث انه بيحصل على النتيجه. يعني انا مش متعلق مثلا في مكان معين، مش متعلق بشخص واحد معين، لكن لما اعبر له مثلا انه ليش انت مش مهتم فيي مثلا، يقول لا انا مهتم فيكي واحبك فهون عزز شعور الثقه بالذات اكثر. امم. فالنتيجه اللي اخذها الشخص هي نتيجه ايجابيه، فبالتالي ما الذي يمنعه انه يكون شخص متعلق؟ اوكي. أوكي. شغله ثالثه اللي هو الكبت. احنا امرات الوجود الكبت وعدم القدره على التعبير هذه المشاعر، بخلينا اذا توجه هذه المشاعر لشخص معين تتدفق له بشكل كبير. يعني يعني احنا بعاداتنا وبتقاليدنا وبديننا وتعليم الدين انه المشاعر تمنح للزوج او للشخص اللي بيكون ضمن الاطار المجتمعي والاجتماعي. فبالتالي انا مثلا ما كان لي علاقات سابقه، خطبت او تزوجت، فكل المشاعر الموجوده عندي اللي انا كنت كابتها طول فتره حياتي أعطيها اطلقتها لهذا الشخص بطريقة مندفعة. مندفعه. هلا اذا كان اختياري له بشكلي وغير صحيح، فاكيد راح يكون عندي تعلق غير صحيح. امم. هلا ليش احنا بنحكي انه التعلق، انه الاب ممكن يخفف من نسبه التعلق؟ لانه انا ما بدي افجر كل المشاعر واللي انا خبيتها طول فتره حياتي بشخص قد يكون هذا الشخص خاطئ. تمام. وهذول الاسباب اللي بتؤدي انه الشخص يتعلق، يعني هذول من الاسباب اللي بتؤدي انه الشخص يتعلق بشكل ممكن يكون متطرف نوعا ما او بشكل مرضي. الان حكينا عن التعلق احنا الامن، حكينا عن التعلق التجنبي، الواحد بيخاف يتعلق بالاخرين، بيكون اكثرها انه صار في عنده صدمه عاطفيه سابقه. تمام. وفي كمان التعلق الغير منتظم، اللي هو بشعر زي ما انت حكيت المثال، انه الشخص اللي بيكون يعني شخص مثالي جدا، بفتره من الفترات بينقلب خلاص، بس يصير الشخص معاه بنسحب، بينسحب من لانه حياته. خلاص وصل للمتعه، وصل للنشوه اللي بده اياها. أها. وفي التعلق التقلبي، انا بتعلق مثلا اللي بيصير احلال وتبديل. مثلا انا تعلقت بشخص، بعد شوي بيجي شخص ثاني بحل مكان الشخص الاول. يا سلام. بتعلقت في مكان، بضلني رايح على هذا المكان لحد ما اكتشف مكان ثاني مكان تاني بطل أفضل. ففي هذا التقلب، وبرضه هذا بدل على مستويات من التوتر والقلق عند الشخص، يعني هو شخصيه قلقه اصلا، فبالتالي بيبني الاحلال والتبديل بشكل مستمر.